word combinations with meeting. ايه هي الكلمات اللي بتيجي مع كلمة meeting؟ عندنا كلمة arrange or set up or fix a meeting، ودي معناها اللي انت بترتب الميتنج، زيها بالظبط زي organize a meeting. فانا ممكن اقول I organize a meeting، I arrange a meeting، we set up a meeting، we fix a meeting. وكلمة fix كمان هتيجي اكتر مع لما يكون في وقت محدد او ثابت. ايه تاني؟ bring forward a meeting، ودي معناها make a meeting earlier than originally decided. يعني احنا كنا محددين الميتنج الجمعة مثلا او السبت، بس ايه ده، معلش ممكن نخليه يوم الثلاث او يوم الاربع، بدرنا ميعاد الميتنج. فلو انت عايز تقول انا بدرت ميعاد الميتنج هتقول ايه؟ bring forward a meeting. طب لو انت عايز بقى تأخره او تأجله، اوكي، هو مثلا الميعاد كان السبت هتخليه الحد او الاثنين، اوكي، تأجل ميعاد الميتنج هتقول ايه؟ هتقول put back a meeting or put off a meeting or postpone a meeting. وكلمة postpone معناها يؤجل، وتقدر تقول عادي جدا make a meeting later than the originally planned. احنا كنا مخططين للاجتماع السبت بس والله لا، عايزين نأجله للحد أو للاثنين. ف put back put off postpone. وكلمة postpone في العموم معناها يؤجل أي شيء، اوكي، وبتيجي برضو زيها زي كلمة delay، بس أنا مش هينفع أقول كلمة مع ال delay a meeting، postpone a meeting. إن شاء الله لو هتلغي الاجتماع خالص call off or cancel a meeting، decide not to have a meeting، انت مش هيكون عندك meeting أصلا. run or chair a meeting، دي معناها ايه؟ be in charge of a meeting، معناها اللي انت في الميتنج دلوقتي، انت في ميتنج. طب كلمة attend معناها انا هحضر ان شاء الله I attend a meeting، معناها go to a meeting. طب لو انت بقى ما حضرتش الميتنج والميعاد فاتك هتقول ايه؟ I'm sorry I miss a meeting، I missed، هتبقى ال past simple بتاعها missed. طبعا كل الافعال ديت عادي جدا، arrange set up fix bring forward put it back put off postpone call off cancel run chair attend miss، كلها ممكن نحط لها ed ما عدا كلمة bring و put هتبقى bring هتبقى brought و put هتبقى put برضو، وساعتها كلهم هيبقوا في الماضي لو انت هتحكي في الماضي. اوكي، خلونا يلا نشوف مثال على الموضوع ده. دي expressions ودي تعبيرات بنستخدمها في الشغل. اول حاجه calling to make an arrangement، وهنا لو انت بتكلم شخص اوكي وعايز تحدد معاه موعد هتقول له ايه؟ hello this is my حمدي، the reason I'm calling is arranging a meeting. Okay, I'm calling to arrange a meeting. It's about our meeting next Monday. It's about our meeting next Tuesday at 5 or 10 a.m. اوكي مثلا. فدي كده انا بتكلم عن ازاي اللي انت بتحدد ميعاد، ايه السبب المكالمة او انت ازاي تحدد ميعاد. طيب اقتراحات للي انت تحدد الوقت. suggesting times or dates. Could we arrange a meeting on Monday? Could we fix a date to meet Tuesday? What about or how about Friday? ماذا عن، ايه رأيك في كذا؟ اوكي. is Thursday convenient؟ convenient معناها مناسب. is Tuesday okay for you؟ او اوكي عادي جدا. convenient معناها مناسب زيها زي كلمة اوكي. is Monday any good؟ هل Monday تمام معاك ولا؟ اوكي. does Saturday suit you؟ مناسب ليك، كلمة suit you مناسب ليك، ودي هنا suggesting times، ده لو انت بتسأل عن الوقت نفسه او اللي انت هتحدده. الطرف التاني طبعا او انت شخصيا يا هترفض يا هتوافق، فيس of course that suits me، that's good or that's convenient for me. I'm afraid مش معناها اللي انا خايف، معناها اللي انا اسف انا مش مناسبني. I'm afraid I can't come on that time. I can't come on Monday. I'm sorry but I can't make it، أنا مش هقدر. okay. I'm not free on that time مثلا. I'm not free on Saturday for example مثلا. اوكي، فانت هنا يا توافق يا ترفض. طب هتحتاجوا ان انتوا
تغيروا ميعاد الميتنج. هنا بقى يجي الورد كومباينيشن اللي احنا كنا لسه بنقولها. could we make it later، could we move it back to Friday. طب بص نأخرها بقى للجمعة كده. could we move it back to Friday. طب could we bring it forward to Wednesday، يعني نبدرها لي بقى كده. اوكي نخليها، نخلي الاجتماع بدل الجمعة نخليه مثلا الاربع. اوكي والله انا مناسبني دلوقتي the afternoon is free، the afternoon is convenient، مناسب. اوكي ما ننساش يا شباب اللي احنا نأكد بإيميل او نأكد على الواتساب، نقول له الconfirm. so that's Tuesday at 3. we have confirmed Monday at 10 a.m. فهنا بأكد عليه في المكالمة، وبأكد عليه ببعت له ايميل، وان شاء الله ببعت له واتساب لو فيه، عشان لو ما جاش او حصل لا اصلا انا ما قلتش كذا اصلا ما اعرفش ايه، يبقى انت لا في ايميل مبعوت لك متأكد. اشوفك على خير في حلقة جديدة. انا مع حمدي انجلش ترينر، ده نص عليا ونص عليك.